الحلقة الأخيرة. ملفات بوليسية. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. رسالة من المطار، الحلقة الأخيرة. بعد أن انتقمت من مراد ذي النظارتين السوداوين وتركته ينزف حتى الموت على السرير الذي اغتصبت عليه، تستعد فاطمة باخالد للانتقام من العنصر الثاني في العصابة. اسمه عصام السويدي، شاب مفتول العضلات مزهو بكتلته الجسمية. هو الذي صفعها لما كانت تتوسل إلى أفراد العصابة أن يخلوا سبيلها. على مدى 3 أيام تتبعت حركاته. اعتاد أن يأتي عصر كل يوم إلى مقهى في شارع علال بن عبد الله. أعدت له خطة تجعل تلك البسطة في الجسم التي يتمتع بها غير ذات فائدة. حلت الآن لحظة الانتقام من عصام السويدي. تعمدت الإفراط في وضع مساحيق التجميل على وجهها، غرضها التنكر وإخفاء ملامحها. تقمصت شخصية بائعة متجولة تعرض على رواد المقهى نوعا جديدا من معجون الأسنان. كان عصام قد أخذ مكانه عند الطاولة وطلب كعادته براد الشاي بالنعناع. كانت تترقب اللحظة التي تنتقل فيها إلى الفعل. ولما رأت النادل قاصدا طاولة عصام حاملا براد الشاي، غيرت مسار جولتها بين زبناء المقهى. تريثت إلى أن رأته يصب الشاي في الكوب. لحظتها تقدمت نحوه تتظاهر بعرض بضاعتها. لما كان ينظر إلى ما تعرضه، قامت بوضع السم في الكأس. كان سما قويا فتاكا. لم ينظر إليها، تجاهل بضاعتها. امتدت يده إلى كأس الشاي، رشف منه، وضعه على الطاولة. لم يكن للسم الذي دسته فاطمة في الكأس طعم أو رائحة. كان سما يقتل في صمت. أيقنت أن مصرع عصام السويدي مسألة دقائق ليس إلا. انسحبت دون أن تثير الانتباه وتوجهت إلى الحمام. تخلصت من المكياج وغيرت ملابسها. خرجت ثم اقتعدت كرسيا غير بعيد. كانت تراه يتلوى من الألم. هي تعلم أن السم يمزق أحشاءه وأن لا أحد سيستطيع مساعدته. بعد لحظات فارق الحياة. سارع النادل إلى إخفاء براد الشاي والكأس التي شرب منها عصام. لما حضر رجال الوقاية المدنية لم يتمكنوا سوى من استنتاج وفاته. قبل أن تغادر المقهى مستغلة تجمهر الفضوليين، عادت إلى دورة المياه، وبأحمر الشفاه كتبت على المرآة الرقم 2/5، ثم دلفت خارجه. عادت إلى البيت. ما زال على قائمتها 3 عليها أن تنتقم منهم. الثالث اسمه سمير الفاطمي. بالعودة إلى التسجيل الصوتي لمراد بن عثمان، استخرجت الرقم الهاتفي لسمير. لم تكن هناك حاجة إلى ترصده، سيأتي من تلقاء نفسه. اتصلت به، قالت إن صديقه مراد يريد أن يأخذها مع صديقة لها إلى الضيعة في سيدي يحيى. لم يتردد، ضربت له موعدا بالقرب من غابة الهرهورة. حضرت نصف ساعة قبل الموعد. تفقدت المكان واستعدت لمواجهة تريد لها أن تكون كسابقتيها، موفقة وحاسمة. قبيل مغرب ذاك 7 نوفمبر تم اللقاء بين فاطمة باخالد وثالث مغتصبيها في ضيعة سيدي يحيى. لمحته من بعيد ثم خرجت إليه من بين الأشجار. لوحت بيدها. توقف وفتح لها باب سيارته. سألها عن صديقتها. قالت إنها ستقوده إلى حيث توجد. لم يتمكن سمير من التعرف على الفتاة التي اغتصبها رفقة مراد وآخرين. كانت مساحيق التجميل قد غيبت الكثير من ملامح فاطمة. استدرجته إلى داخل الغابة، وحين توقفت السيارة تذرعت بقضاء الحاجة. نزلت
في مكان قريب كانت أخفت معدات الانتقام. انهمك سمير في البحث عن شريط موسيقي في قمطر السيارة، كان يمهد لسهرة توقعها ساخنة. في تلك اللحظة باغتته بأن ظهرت أمام نافذته، ابتسم وأنزل الزجاج، فاجأته بأن رشت على وجهه المادة ذاتها التي رشت بها وجه مراد بن عثمان. حاول أن يسترجع أنفاسه، ولكنها عاجلته بأن صبت على رأسه نصف لتر من البنزين ثم أضرمت النار. كان يصرخ ملء أنفاسه، كانت النار تلتهمه وهو بفعل المادة المخدرة لا يستطيع التخلص منها. كان يصرخ ألما، وكانت هي تصيح في وجهه بلكنة جبلية: أنا هي التي اغتصبتموها. لم تكن موقنة أنه كان يسمعها. تركته يحترق. على الزجاج الخلفي للسيارة كتبت الرقم 3/5 وغادرت المكان. قصدت مسجدا قريبا، كانت تريد أن تراقب عن كثب الذي سيحدث. حضر رجال المطافئ، التهمت النيران أجزاء كبيرة من السيارة. كان سمير على قيد الحياة لما أخرج من السيارة المحترقة، وتم نقله على عجل إلى مستشفى ابن سينا. أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، مع ذلك كان في كامل وعيه. حين غادرت فاطمة الهرهورة، كانت الشرطة القضائية بصدد التحقيق في جريمتي قتل. الأولى هي مقتل مراد بن عثمان، والثانية تتعلق بتسميم عصام السويدي، وهي الآن أمام قضية أخرى، قضية إحراق سمير الفاطمي. لاحظ المحققون أن الرابط بين القضايا الثلاث الرقم 5، الذي يمثل القاسم المشترك لأعداد كسرية تدرجت من 1/5 إلى 3/5 مرورا ب2/5. ومع ذلك فإنهم لم يتمكنوا من فك لغز تلك الأعداد الكسرية التي يتركها الجاني أو الجنات في مسرح الجريمة. كان العميد عبد الرحمن بودار مكلفا بالتحقيق حول تلك الجرائم التي تسلسلت. ألح على الطبيب الذي يشرف على علاج سمير الفاطمي أن يمكنه من الاستماع إليه، عله يدلي بما يفيد التحقيق. أذن له الطبيب. كان سمير في وضع صحي متدهور للغاية، ومع ذلك تمكن من القول إن الضحايا الثلاثة هم من مجموعة من 5 قاموا بخطف فتاة تناوبوا على اغتصابها، وأنها تقوم بالانتقام منهم. تقرر استنطاق الباقين من 5، والتزم العميد بودار بأن يقنع النيابة العامة بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، إما تأسيسا على اعترافاتهم أو لاعتبارهم شهودا، كان ذلك لحمايتهم. بعد يومين توفي سمير الفاطمي من جراء الحروق البليغة التي أصابته، ولم تكن المعلومات التي أفضى بها إلى المحققين تكفي إلى الوصول إلى الشخصين المهددين بالانتقام. قدم سمير أسماء شخصية وأسماء أحياء يقطنون بها. مر شهران دون تسجيل أي تقدم يذكر، ومع ذلك ظلت الشرطة يقظة. كان العميد بودار يؤكد أنه لن يرتاح له بال إلا بإلقاء القبض على الجاني أو الجناه، وكانت فاطمة تصر على أنها لن ترتاح إلا بعد أن تنتقم ممن بقي من 5. وقعت حوادث أخرى في الرباط احتلت الأولوية في اهتمامات الشرطة، بيد أن فاطمة بخالد لم تغير أيا من أولوياتها. كان عليها أن تصل إلى الرابع على قائمتها، واسمه خالد المعتوق. بعد تحريات قامت بها توصلت إلى أنه كثير التردد على إحدى الحانات المعروفة، حيث كان ينفق أموالا هامة. علمت أنه لم يكن يجد أي إقبال لدى الفتيات. رأت في تلك النقطة فرصتها، تزينت، بالغت في التزين، وقصدت الحانة. وجدته في حالة سكر بين، وكان يحاول استمالة بعض الفتيات، لكنهن تعرضن عنه. تدخلت فاطمة، جلست عند طاولته. بعد ساعتين كانت الخمرة قد حلقت به بعيدا. طلبت منه أن يرافقها إلى حيث يقضيان ما بقي من الليل. كاد يجن فرحا. ولما ركب سيارته
طلبت منه أن يذهب في جولة إلى فضاء مفتوح. اقترحت غابة المعمورة، لم يتردد. توغل في الغابة، وفي مكان ما توقف. كان القمر بدرا. اقتعد غطاء محرك السيارة. انحنت عليه كأنما تريد أن تقبله، ولكنها وضعت على فمه وأنفه المادة المخدرة، وسرعان ما انهار، فقد ما كان بقي لديه من وعي. أخرجت من حقيبتها حبلا، ربطت رجليه ويديه، وبحبل أمتن طوقت رقبته، ثم بسرعة تسلقت شجرة مجاورة ولفت الحبل حول غصن سميك، ثم جاءت به إلى مقود السيارة. أرخت فرامل السيارة وقامت بتحريكها. ارتفع جسم خالد المعتوق وكان شبه عار. لما بدأ يستعيد وعيه أخبرته بأنها تلك الفتاة التي اغتصبها مع رفاقه. كان معلقا الآن. دفعت السيارة إلى منحدر صغير، فاكتملت عملية شنق خالد المعتوق. كتبت على السيارة الرقم 4/5، ثم غادرت المكان. اهتزت مصالح الأمن للجريمة الجديدة، وكانت قد اهتدت إلى خامس من اغتصبوا فاطمة. حاولت الاقتراب منها، ولكنها تفطنت إلى أنه تحت المراقبة. سكنه الخوف من أن يتعرض للقتل، وانتهى به الأمر مجنونا. لم تتمكن الشرطة من الوصول إلى الفاعل في الجرائم ال4. في 31 من مايو من العام 5 و2000 رست على مكتب العميد عبد الرحمن بودار رسالة. كانت مكتوبة بخط واضح: سيدي، أنا الفتاة التي اغتصبها أفراد العصابة. لقد نفذت فيهم حكمي عليهم بالإعدام. إنهم أعدموا أحلامي وحرموني من العودة إلى مدينتي وزان. رغم المحنة أتممت دراستي. حين ستصلكم رسالتي ستكون الطائرة قد أقلعت بي إلى بلد بعيد. في أحشاء جنين لا أعرف من يكون أبوه من بين ال5. لن أعود إلى بلدي، سأظل بعيدة. وقعت فاطمة رسالتها بالمغتصبة. قلب العميد ظرف الرسالة، كانت مختومة في مطار الدار البيضاء. ملفات بوليسية.